يلا لا اله الا الله. يا رب عفوك سترك ورضاك. اشهد ان لا اله الا الله. ايه يا حبايبي؟ خد فين احطه بالرجليه؟ طب امسك طيب. يا رب عفوك سترك ورضاك. استرها علينا يا رب. ايه يا حبيبي؟ ما خلاص انا هعلقه هنا فوق. يلا يا قلبي. يا رب عفوك سترك ورضاك. حماسه ايه يا حبيبي؟ اسال عليا. رجلي مش قادر اقف عليها، يعني انا يعني عندي فوبيا من المرتفعات، لكن انت حاسس بيه عندك انت؟ لا انا خلاص اتعودت على ده خلاص. هو بقت عيشتي وحياتي كلها الحزام ده. يا نهار ابيض، انت هتمسك صاروخ كمان؟ صاروخ وهيلتي وجردل عده كامله. هكسر المواسير دي واشيلها قدامك. طبعا في ناس واقفه تحت مأمنه بقى. ده لازم. انا معلش الحته ديت يعني حته صغيره اهي تجي لها يعني 200 جرام 300 جرام. دي لو نزلت على سقف عربيه من الارتفاع بتاعي ده مش هقول لك هتخرم السقف، هي هتوصل الارض الاسفلت في الشارع. يا رب يا قلب اخوك يا رب. خلي بالك مني من فوق بس عشان ايه مرايتي فوق انت عيني. يلا يا رب. اوعى ايدك هلا. ربنا يسترها يا قلب. انزل يا رب عفوك سترك ورضاك. اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. انزل. يلا فوق فوق يا رب. واحدة هلا. فتح معايا كده وركز. الناس اللي بتستخدم ما دي علاء. انزل. اول ما لك هوب هوب انزل. انزل. انا ابو وهدان صاحب اخطر شغلانه في مصر. جيت خلصت الجيش 2016 2017 عملت حادثه. الحادثه دي طبعا قعدتني سنه ونص في البيت اللي هي دي. الحادثه دي طبعا ما بقدرش اقف على الارض. دي طبعا يعني الحمد لله ونحمد ربنا ان انا بقدر اجيب جنيه. بس طبعا ركنت التأسيس بقى شغلي حبل بس. تمام لان خلاص الحمد لله ما بقدرش اشتغل على الارض، ما بقدرش اقف على الارض كتير. الحبل ده بالذات خفت منه ما تطلعوش، لازم يبقى قلبك اقوى منه. حلقه هتقبض قلبك من اول ثانيه لحد اخر ثانيه. شاف اللي من دمه وهو بيقع من الدور ال25 ومات، لانهم هنا شغالين اخطر شغلانه موجوده في مصر. اهلا بيكم في حلقه جديده من فتح شو. كمل لفتك يا اسطى. خلي عقله واحده. هات ده. انت هتنزل على الحبل ده دلوقتي صح؟ طب هل دي امان؟ امان. الطبق ده نزل اقل حاجه 20 سم في الارض هنا. يعني انا حبلي نزلته. دي عقله على السور. دي عقله. العقله دي انا جبتها اهي. خلاص العقله دي شبطت في الحيط. بص انا نزلت حبلي. مش شايله وزن برضه. ونزلت دي شايله وزن. شايله وزن برضه. كل دقيقه لازم تتشاهد فيها لان انت مش ضامن هتنزل من على الحبل ده ولا لا. انا ابن اخويا متوفي النهارده بقاله سنه من على الحبل. وقع من على الحبل متوفي بقاله سنه. قعد 71 يوم في العنايه المركزه. طب انت حسيت بايه في الوقت ده يعني انت وانت شغال نفس الشغلانه يعني؟ هو اعتبر تعليمي طالع من تحت ايدي. انا لما شفت ابن اخويا وقعدت جنبيه 71 يوم في المستشفى نروح له ونشوفه وهو نايم على السرير ما بيتنفسش، اخره نفس بيطلع منه طالع داخل. تمام. انا نفسي خفت ان انا معلش انا عندي عيال. طب لو قلت لك امسك الحبل كده يا وهدان. الحبل ده؟ امسكه كده. لو قلت لك قول له حاجه هتقول له ايه؟ هقول له ايه؟ هقول له انت طول عمرك شايلني. لان انا باول ما بنزل بقول يا رب. ده بتاع الامان بتاعك. البس بس ده الاول. ده ايه ده يا وهدان؟ ده سيفتي. ده سيفتي. ده حزام سيفتي. ده ما لبستوش بقى غير على كبر. ليه بقى؟ لما خفت. لما خفت على نفسي. دي ملهاش كبير. لان انت نازل مش عارف الله اعلم انت راجع تاني ولا لا. دخل له الرباط هنا. نزل له سلب يا شنب. لا ده غرام بيربط ماشي. الله
يا رب عفاك وسترك ورضاك، ربنا يسترها علينا وعلى كل واحد شقيان يا رب. شغلنا في مدينة نصر، والله يمسيه بالخير بقى، فضرب السفينة علينا، فأنا بكلمه يا هندسة، جيت مخبط على الشباك، هندسة أنت استعملت علينا السفون والسفون بهدلني اتبهدلت. فبقول لي أنا أعمل لك إيه أنت أصلا؟ أنت مجرد حشرة. طبعا ده كله بيمتلك على أعصاب، لأن أنت وزن، ده كده وزن يعتبر 100 كيلو، في النزلة دي بتعمل حوالي 150 كيلو الضعف. يلا هو بقى هو ده احد اصحاب بتوعه. قفل السين انا معايا بس شغال معاك يا رب. ايوه خد بالك بس من مسكوه